وبعد طول غياب اخيرا فيديو للصلصال الحراري. بس الفيديو النهارده هيبقى فيه تكايه مهمه ومختلفه. ان يا ترى انا الترمس دوت حطيته جوه الفرن ولا ما حطيتوش، ولو حطيته ازاي؟ طب لو ما حطيتوش اشتغلت ازاي وثبت الشغل ازاي؟ كل التفاصيل دي هتعرفوها، كمان هتعرفوا خطوات شغل الطقم كله بالتفاصيل وبالسريع كده ان شاء الله. ان شاء الله تستفيدوا، مش هضيع لكم وقتكم خالص، هعرفكم كل التفاصيل. يا رب يكون الطقم ده عاجبكم، هو اوردر جالي للحج. يا رب يكون الديزاين عاجبكم والطقم عاجبكم، كمان التفاصيل والشغل كلها ان شاء الله هتعجبكم. زي ما انا احترت الصراحة في فكرة الترمس، يا ترى هعمله ازاي وطريقة الشغل وكل حاجة، فقررت ان انا اشارككم التجربة دي. يمكن حد يكون مزنوق في اوردر زي دوت وبيرفض الشغل على الترمس علشان الفكرة دي. خلاص هنشوف كل التفاصيل مع بعض. طيب اول حاجة هنشوفها، بصوا الاطباق يا جماعة انا كاتبة عليها بالريليف، بس لسه الشغل ده كله هيتنضف، لان انتوا لو مركزين هتلاقوا ان في اثار شوية من الريليف، او مثلا اثار من الكربون اللي انا كنت بكتب بيه، وهتشوفوا مع بعض دلوقتي ورق الكربون ده عامل ازاي، كل التفاصيل هتشوفوها. انا هنا استخدمت السيتون وبالقطنة، قعدت احاول انضف اثار الكربون على قد ما قدرت، وكمان بالقطر قعدت اشيل الزيادات واظبطها. ده ورق الكربون اللي انا جبته، وما كنتش واخده بالي من حوار الازرق وبقيه الالوان. يعني لو تقدروا تجيبوا حاجه على فواتح الوان، على فواتح مثلا للكربون، هيدي معاكم نتيجه سهل مسحها اكتر يعني. بصوا انا كنت كاتبه الكلام، طبعا الكلام ده انا جبته منين؟ جبته من الموبايل، تقدروا تجيبوه من اللابتوب، من انتوا تعملوا سيرش على الجمله اللي انتوا عاوزينها على جوجل، وبعد كده تشفوها بالورقه عادي خالص. انا شفيتها من على الموبايل، تقدروا تشوفوها من على موبايل او لابتوب، وتروحوا طابعينها بالورق الكربون. شايفين هنا في اثار ظاهراله قطنة بقى، وبدأت لو عندكم ودانة، انا للأسف كانت خلصانة عندي، وبدأت ان انا انضف الزيادات دي، وانضف كمان الزيادات بتاعتي بالقطر. هتشوفوا طريقة الكتابة بالريليف خلال الفيديو، هتشوفوا طريقة الكربون برضو خلال الفيديو، كل الحاجات دي هتشوفوها خلال الفيديو. خليكم معايا. انا ما كنتش الصراحة اصور لكم الفيديو، بس قررت ان انا بعد ما اشتغلت ان انا لا اصور وافيدكم، لان فكرة الترمس دي هتبقى مفيدة. خلاص ده الريليف اللي انا استخدمته للشغل، والمفروض ان الريليف ما بيطلعش بالغسيل، وزي ما انتم شايفين الشغل عامل ازاي. تعالوا نبدأ نشوف بعض المراحل مع بعض بشتغلها ازاي. اول حاجة بالنسبة للكعبة يا جماعة، انا بفرد صلصال اسود زي ما انتم شايفين اهو، انا بفرده رفيع، ورسمت الكعبة على ورقة. كنت عايزة اقول لكم من الورقة اللي مكتوب عليها والورق اللي مرسوم عليه، كل دوت متغلف بلاستر او سولوتيب حسب ما انتوا بتسموه، بحيث ان انا كل ما امشي عليه واطبعه على شكل مش هيتقطع مني. خلاص انا هنا بعد ما برسم الكعبة بحط الورد بتاعها. طب الورد ازاي؟ هتشوفوه كمان معايا في الكعبة الكبيرة ان شاء الله، هنعملها مع بعض بكل تفاصيلها. طيب انا هنا عملت ايه؟ هنا كنت برسم برضو الايدين، وبرضو عامله لها سولوتيب زي ما انتوا شايفين. وبعد ما برسم الايدين هلونها بالوان السوفت باستل. انا هختار معاكم، بصوا كام درجة كده، هعمل بالقطر عليها بحيث ان هي يطلع لي منها باودر، وابدأ استخدم فرشة رفيعة بقى واشتغل. لما يبقى عندكم اوردر كده في مجاميع، انا مطلوب مني 6 فناجين و6 اطباق، فانا كنت بحاول اشتغل يعني 3 ايدين مع بعض، مش عارفة ايه الاعداد دي، كذا كعبة مع بعض، فده بينجز معانا في الشغل اكتر. يعني مجموعة الورد نشتغلها مع بعض. شايفين الكور السوداء دي؟ الكور السوداء دي للسبحة، فما تشتغلوش شكل لوحده، لا الافضل ان نشتغلوا مجاميع علشان تنجزوا اكتر وتكسبوا في الوقت. بصوا محدش يستغرب ان انا مسرعه الخطوات ومسرعه الفيديو، ان دي مش طبيعه فيديوهات الصلصال الحراري بتاعتي، ان كل التفاصيل بتبقى باينه خطوه خطوه. بس انا حسيت ان الموضوع يعني مش صعب وبسيط. انا مبينه فيه تفاصيل وحبه شغل، عشان برضو لو الناس لسه مبتدئين يبقوا عارفين. بس اللي عايز تفاصيل اكتر يا جماعه، هتلاقوا عندي فيديوهات بالهبل عن الصلصال الحراري، بس في اول القناه هتلاقوا كتير جدا جدا كل التفاصيل، فيديوهات عن التسويه،
التسوية وفيديوهات عن اللزق، فيديوهات عن طريقة الشغل، تكنيكس، طباعة الصور، كل حاجة. بصوا هتلاقوا كل حاجة بجد عن الصلصال الحراري. ولو انتوا متابعين وعاوزين تشجعوني انزل لكم فيديوهات للصلصال الحراري اكتر، اعملوا لايك للفيديو دوت وتابعوه، اكتبوا لي تحتيه كومنت يشجعني، واكتبوا لي الحاجات اللي انتوا عاوزين نعمل عنها فيديوهات للصلصال الحراري. انا حتى فكرت ان انا اعمل لكم كورس للصلصال الحراري، بس مش هلاقي حد يتابعه للاسف. المتابعين بتوع الصلصال الحراري على قناتي بقوا قليلين جدا، او بقى نشاطهم ضعيف قوي، فالفيديو بيقع، ولو الفيديو وقع بيوقع القناة كلها للاسف. فانا لو لقيت ان في ناس كتير بتكتب لي كومنت تحت الفيديو ان هم عايزين مني فيديوهات للصلصال الحراري، وان هم متابعين، وان هم محتاجين الكورس، انا اعمل لكم كورس مخصوص مكثف زي ما انا عامله للجبس وعامله للريزن، اعمل لكم واحد للصلصال الحراري، بس الاقي متابعين او في ناس مستنيه. طبعا انا اسفه للاصوات اللي فاتت دي، جنجون طبعا قاعده معانا وهي بتحب تسلم عليكم كتير بالاصوات دي. المهم زي ما انتم شايفين انا بدات ادمج بقى مجموعه الالوان اللي عندي اللي انا اخترتها عشان اضلل الكفوف بتاعتي، وهبدا بعد كده احط عليها السبحه. بصوا انا حطيت السبحه على طول، بس لو انتوا عايزين زياده امان فهحط صلصال سائل اللي هو سكالبي. اوكي، وهتشوفوه انا دلوقتي هطلعه وانا بشتغل، هكمل بيه شغل الورد، هشتغل بيه شغل الورد. عايزين تشتغلوا السبحه تحطوا صلصال سائل قبليها تمام، عاوزين تشتغلوا على طول انا عن نفسي ما حطيتش صلصال سائل خلاص. في طبعا كذا نوع صلصال سائل، مش لازم سكالبي، هتلاقوا انواع كتير، وحتى في شركات مصريه عملت انواع كتير وانا عملت لكم عنهم ريفيوهات قبل كده. خلاص تقدروا ترجعوا للنوع المناسب او اللي بيتباع حواليكم تجيبوه. انا هنا كملت السبحه بتاعتي، وهحط بقى الحته اللي هي في النص دي ويبقى خلصناها. بصوا بالنسبة للألوان بتاعت السوفت باستل، اللي ما عندوش الألوان دي عاوزين بديل ليها، طبعا ألوان المايكا خطيرة كمان مع الصلصال الحراري، بس لو ما عندكمش برضو فالبديل ليها الميك اب. هاتوا ألوان اي شادو من عندكم، علبة الاي شادو كده بالكتر، طلعي منها حبة باودر واستخدميها تدي معاكي نتيجة هايلة. بصوا أنا هنا بوريكم طريقة التسوية يا جماعة. أنا حطيت الأطباق بتاعتي بحطها في الليفل الوسط، وبولع من فوق وتحت، والحرارة بتاعتي هنا تقريبا 145. اوكي، بس خدوا بالكم ان الموضوع ده بيختلف من فرن لفرن، ولازم انتوا تختاروا الحرارة المناسبة ليكم، وهحط لكم فيديو طريقة التسوية بالتفصيل عشان تعرفوا تحددوا الحرارة المناسبة للفرن بتاعكم والوقت المناسب. بصوا انا كنت بوريكم ان انا ملمعة الشغل بتاع الصلصال على الفناجين وعلى الاطباق بالسكالبي، الملمع سكالبي. طيب اهو الترمس، هنعمل الترمس ازاي؟ احنا عايزين نشتغل على الترمس وياخد الكيرف بتاعنا، بس اولا الفرن ما ياخدش الترمس. تاني حاجة ان الترمس ممكن يبوظ من جوه، وفكره بقى ان هو بيحفظ السخونيه والكلام ده تروح مننا خالص. فانا قررت ان انا هشتغل الشغل بتاعي بتاع الكعبه على الورقه. اتفرجوا هنا يا جماعه على تفاصيل الورده، ماشي؟ هشتغل على الورده على الورقه سوري، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. تعالوا بس نخلينا في الورده. الورده دي بسيطه جدا جدا، شايفين انا عملت ازاي؟ حته رفيعه ولفتها بس على ايدي، منتهى السهولة، أبسط وردة تتخيلوها، لدرجة إن فرح وكنزي عملوا معايا ورد وحطيته كمان في الشغل بتاعي. خلاص ده السكالبي الصلصال السائل، هبدأ أحط منه حاجة بسيطة على الكعبة علشان أحط الورد بتاعي. وبعد ما أحط الورد بتاعي بخلة كده هدوس في النص علشان أثبتها زيادة، إن أنا الصلصال السائل بيثبتها حلوة قوي. لو ما عندكمش صلصال سائل يبقى انتوا بعد ما تحطوا الورد بالخلة كده حاولوا تثبتوه اكتر، تضغطوه. ولو الصلصال بتاعكم مرونته كويسة ومش ناشف هيمسك في بعضه وهيبقى كويس. خلاص انا هنا حطيت وزعت الورد بتاعي، وبعد كده هبدأ اعمل الفرع الاخضر الزغنطوط واوزعه برضو واثبته بالحركة اللي انا هعملها بالابرة. تابعوا وشوفوا انا هعمل ايه. نرجع تاني، انا قررت اعمل ايه. انا فكرت الصراحة ان صعب قوي ان انا ادخل الترمس، طب انا هحط الشغل بتاعي لانه لازم ياخد الكيرف بتاعي، فانا قررت ان انا هدخل الشغل بتاعي يستوي في الفرن،
وهو مستوي كده على الطبق او على بالطريقه اللي انا بسوي بيها. انا بسوي على طبق صيني وببقى مغلفاه بفويل، وبعد ما بحط الشغل بغلفه تاني بفويل علشان الشغل بتاعنا ما يتحرقش وبعض الالوان ما تغمقش. فانتوا عايزين تعرفوا تفاصيل التسويه بجد فتفوته فتفوته، انا عامله عنها اكتر من فيديو، هسيب لكم فيديو في الفيديوهات المقترحه في اخر الفيديو عن طريقه التسويه عملي. هتشوفوا كل التفاصيل قدامكم وبعمل ايه، وهتشوفوا كمان ازاي تقدروا تحددوا الحراره المناسبه للفرن بتاعكم والوقت المناسب، لان ممكن الحراره بتاعتي انا ما تناسبكمش في الفرن بتاعكم. فمهم جدا تتفرجوا على الفيديو دوت، وكمان مهم جدا تكملوا الفيديو لغايه اخره عشان تشوفوا كل التفاصيل. وما تنسوش شجعوني باللايك وشجعوني بالكومنت عشان اقدر اعمل لكم فيديوهات صلصال حراري جديده، واللي محتاج كورس الصلصال حراري يكتب لي كمان في الكومنتات. بصوا انا بعد ما نقلت الكعبه اهي على الترمس، طبعا هي لسه ما استوتش هنا، بدات افكر الكتابه اللي انا عاوزاها، وهي نفس الفكره. شفيت الكتابه من على اللابتوب وجهزتها في الاماكن اللي انا ناويه عليها. هاخد هنا الكعبه بتاعتي وادخلها تستوي. خدوا بالكم انا عاملاها رفيعه خالص ازاي، ليه بقى؟ علشان يبقى ليها مرونه واقدر اقوصها بعد التسويه. هتشوفوا التفاصيل دي معايا دلوقتي. انا هنا هقص من ورق الكربون على قد الكتابه بتاعتي، لان انا لاحظت ان هو بيطلع ازرقات كده حواليه، فعشان كده حاولت اقلل شويه. خلاص، وبعد كده بقلم همشي على الكتابه هتلاقيها اتنقلت على الشغل بتاعكم على طول. انا هنا عملته بالريليف عشان نكسب وقت وما نضيعش وقتكم، وهعمل الجزئيه دي قدامكم. ده الريليف ان انا هستخدمه. طبعا حاولوا تجيبوا ريليف نظيف كده تمنوا فيه، عشان المفروض ان هو ان شاء الله ما يطلعش مع الغسيل. خلاص، وهبدا امشي على الكتابه. حاولوا على قد ما تقدروا تمشوا وتداروا خالص الاثار بتاعه الكربون دوت. طبعا زي ما قلت لكم هنا اثار الكربون اللي ممكن تبقى متبقيه نحاول نمشيها بالاستيتون، بس خدوا بالكم ان يا ريت تعرفوا تجيبوا الوان فاتحه شويه، لان فكره اللون الازرق ده تعبني قوي في التنظيف وطلع عيني شويه. خلاص، هبدا اعمل. وطبعا مهم برضو ان يبقى حلاوه الريليف ان هو يبقى بارز كده وشكله حلو مش متبطط، لا حاولوا تخلوه بارز. هنا كانت استوت ومولعه سخنه جدا، انا طلعتها. احنا عاده في التسويه بنستنى الشغل بتاعنا يبرد خالص في الفرن عشان نطلعه. خلاص، لا انا طلعتها وهي سخنه، كانت بتلسع وانا ماسكاها، غير ان هي رفيعه جدا وطبعا فيها مرونه عاليه قوي. اولا لو التسويه صح هيبقى فيها مرونه، تاني حاجه هي سخنه فاوريدي فيها كمان مرونه. وشفت الوضعية التمام اللي انا عايزة احطها على الترمس بتاعي، وهحطها وابدأ اجيب بقى سولوتيب او تيب حسب ما انتوا هتسموه واحط حواليها. خلاص، انا بعمل هنا ايه؟ ان انا عايزة اثبتها على الوضعية دي او على التقوس دوت، علشان لما الشكل بتاعي ينشف مقوس واخد التقويصة دي، فبعد كده لما اجي الزقه يبقى سهل، ولما اجي الزقه يبقى الشكل واخد التقويصة تمام، فاللزق بتاعه يتحط في طبيعي. انا هنا سبتها طبعا تنشف. خلاص، مش تنشف سوري، تبرد. واول ما هجسها والاقيها بردت وسقعت وبقت كويسه، انا مجرد ما هفكها هتلاقوا دلوقتي ان فيها تقويصه. طبعا خدوا بالكم انه ما تحطوش تيب يكون قوي 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 يعلم بقى في الصلصال ويبوظ لنا الشغل بتاعنا، دي برضو حاجه مهمه لازم تاخدوا بالكم منها. انا هنا بصوا شلت التيب، هنشوف بقى هي اخدت التقويصه ولا لا وشكلها ايه. طبعا هي تقويصه الترمس برضو يعني ما سهله، مش ان هو مثلا ضيق قوي، بس برضو حتى لو ضيق قوي وعملتوا الخطوات اللي انا قلت لكم عليها دي تطلع النتيجه هايله. بصوا هتشوفوا دلوقتي بقى شكل التقويصه هتبقى عامله ازاي. بصوا الشكل مقوس ازاي، هي دلوقتي نشفت واخده التقويصه دي. خلاص، هنبدا بقى طريقه اللزق بتاعنا. طب احنا بنلزق بايه؟ احنا بنلزق بماده اسمها الايبوكسي، هي بتبقى انبوبتين احمر وابيض، او ده النوع اللي انا بستخدمه اللي موجود عندي هنا في قطر. خلاص، مهم جدا يا جماعه ان اللزق ده يكون شفاف، اوعوا تجيبوا اي لون تاني لان هو احتمال يظهر معاكم، الشفاف مش هيأثر معانا خالص. خلاص، بنحط من الانبوبتين قد بعض. انا ممكن ازود المصلب
اللي هو الاحمر سنه بسيطه، يعني بحس بامان اكتر. واقلبهم بسرعه، لان خدوا بالكم ان الايبوكسي دوت بينشف بسرعه قوي. وابدا اوزعه على ظهر الشكل بتاعي، ما تحطوش بزياده علشان ما يطلعش من الجناب، وكمان في نفس الوقت ما تحطوش بناقص علشان تلزقوا الشكل كله. طب في حاله ان هو طلع من الجناب، تقدروا بالقطر كده بشويش قوي تحاولوا ان انتوا تشيلوه، مش هيأثر معاكم، بس استنوا عليه يعني ينشف، بعد كده ايه شيلوه. وفكرة ان هو شفاف حتى لو انتوا ما خدتوش بالكم هو مش هيظهر قوي. خلاص، بس مهم جدا ان احنا من الاول نوزع اللزق بطريقة كويسة بكمية مناسبة للشكل بتاعنا. يا ريت يا جماعه ما تنسوش ان اي حد محتاج كورس الاستئصال الحراري يكتب في الكومنتات، عشان هشوف لو في اجماع وفي عدد عايز بجد هعمل لكم كورس الاستئصال الحراري. انما لو ما لقيتش مش هقدر اعمل علشان ما وقعش الريتنج بتاع القناه. خلاص، واللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويعمل كومنت تشجيعي ليا. وكمان ما تنسوش اشتركوا في القناه، واللي لسه ما اشتركش قولوا لي بتتابعوني منين، وقولوا لي لو محتاجين فيديوهات معينه عن مشاكل معينه بتقابلكم في الصلصال الحراري، وانا هعملها لكم ان شاء الله. خلاص، ما تنسوش تاخدوا كمان لفه حلوه قوي كده في القناه من الاول، هتلاقوا بجد كل حاجه انتم محتاجينها عن الاستئصال الحراري. زي ما انتم شايفين انا هبدا احط التيب علشان اللزق بتاعي يمسك اكتر، الشكل ما يتحركش معايا فوق او تحت او اي حاجه. دي كانت النتيجه النهائيه. انا طبعا لمعت كمان الكعبه دي بالملمع بتاع سكالبي، وطبعا في كذا نوع ملمع تقدروا تستخدموه. ايه رايكم في الطقم يا جماعه؟ بجد خطير وعجبني جدا. مبروك على صاحبته، ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا حاجه ان شاء الله. زي ما قلت لكم لو لقيت اجماع ان انا اعمل لكم كورس عن استئصال حراري مجانا على القناه، اكيد انا مش هتاخر وهعمله لكم. هستنى كومنتاتكم وتشجيعكم واللايك الجميله بتاعتكم، واستنوني في فيديو جديد. سلام عليكم.